السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة ومع الكورة العالمية، أخبارنا العالمية والمحلية. منتخب مصر يستعد بقوة للمباراة الودية المقامة في مصر في العاصمة الإدارية. مباراتين طبعا مع نيوزيلندا. المباراة الأولى هتقام يوم الجمعة الساعة 10 مساء. المباراة الثانية في نفس اليوم ما بين تونس وكرواتيا. اللي يفوز من مصر ونيوزيلندا يقابل اللي يفوز من تونس وكرواتيا يوم الثلاث، يوم 26/3. المباراة خلاص رسميا تبع الفيفا دي، يعني رسميا المباراة بقت يعني معتمدة دوليا. فالمباراة الأولى سهلة بالنسبة لحسام حسن ومنتخب مصر في التصنيف، وسهلة يعني المفروض المنتخب يفوز فيها بسهولة. لكن في أزمة مع منتخب مصر والنادي الأهلي، في أزمة. إيه هي الأزمة؟ أول حاجة إن الأهلي عنده مباراة مهمة يوم الجمعة اللي جاية مع سيمبا الساعة 8. المباراة الثانية كده كده المنتخب فاز اتغلب، هيلعب يوم 26 اللي هو يوم الثلاث. الأهلي عايز يسافر تنزانيا يوم الثلاث، يوم 26 بلعيبته. مباراة مهمة جدا في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا. إيه المشكلة؟ يعني البعض يراها ما فيش مشكلة. ليه ما فيش مشكلة؟ لأن المباراة دي ودية، وإن حسام حسن عنده بدائل جاهزة كتير. يعني مش لازم لعيبة الأهلي تلعب المباراه الثانيه. يعني المباراه الاولى هتلعب عادي، لكن المباراه الثانيه مش لازم لعيبه الاهلي، او على الاقل يعني في لعيبه تلعب شوط اول او شوط واحد بس وتريح شوط ثاني، او اللعيبه الاساسيه اللي هي يعني مثلا عبد المنعم لا بديل عنه في المنتخب ولا بديل عنه في النادي الاهلي. لازم يكون في تنسيق ما بين اداره المنتخب واداره الاهلي. محمد هاني ممكن ما يلعبش. عندك اكرم توفيق، عندك كمان مروان عطيه، عندك حمدي فتحي. مشكلة ان نص الملعب كله اهلاوي ما عدا حمدي فتحي. عندك مروان عطية اهلي، امام عاشور اهلي، قفشه اهلي، كوكا اهلي، والاربعة اساسيين في المنتخب او اساسيين مع النادي الاهلي. يعني عندك لابد انه يكون في تنسيق ما بين اداره النادي الاهلي واداره المنتخب، وبالذات بعد اللي حصل في الاونه الاخيره مع نادي الترجي والجامعه التونسيه. ان الجامعه التونسيه عملت تناسق مع اداره المنتخب، وقالت ان لاعب الترجي ما تسافرش او ما تروحش الدوره الوديه مع تونس في القاهره او في مصر وتلعب المباراه دي، علشان خاطر ايه؟ ان دي مباراه وديه دوليه وديه، لكن مباراه الترجي مباراه رسميه ومهمه جدا في مشوار الترجي. فالاقاويل طلعت كتير، وان لازم يكون في بدائل مع حسام حسن، وفي تعاون مشترك زي ما حصل مع الترجي وحصل مع تونس. ومحدش يقول ان النادي ابدا من المنتخب، لا، دي مباراه وديه، دي مالهاش دعوه، دي مباراه وديه مش رسميه. يعني مباراه ليست لها اهميه او ليست ذات اهميه. فنشوف اللي يحصل ايه. لابد يكون في تنسيق طبعا مع اداره النادي الاهلي والمنتخب مصر، وبالذات هم يعني عندك عبد المنعم، عندك محمد هاني ومروان عطيه ومعشور، دول الرباعه دول بالذات. بس يعني لو حسام حسن يقدر يستغنى عنهم، لان في الدفاع عندك بدائل. عندك 18 نادي في الدوري المصري، ده غير المحترفين. عندك برضو نص الملعب، عندك يمين، عندك شمال. يعني لو انت حسام حسن يا كابتن حسام سبت لعيبه النادي الاهلي في المباراه الثانيه عادي خالص، لان دي مباراه وديه او دوره وديه، ودي مباراه رسميه. كمان اقاويل كتير طلعت تقول لك محمد صلاح بيسيب المنتخب شرم. على فكره احنا في الايام الاخيره في الدوريات الاوروبيه والعالميه كلها، فكل نادي مش عايز يسيب اللاعب الجوكر او اللاعب الهام المهم عنده. يعني ميسي مش هيروح منتخب الارجنتين، مباراه وديه. ما فيش تصفيات كاس عالم يعني، ولا تصفيات القاره بتاع كل منتخب. عندك رياض محرز برضو ما استدعيش للجزائر. محمد صلاح نتكلم عشان خاطر محمد صلاح، اللي بيتكلم الاقاويل بيتكلم على ان محمد صلاح بارتي لاعب غانا بيلعب في الارسنال برضو ما راحش غانا. يعني السوشيال ميديا مكبرها شويه. عندك في الاجتماع اللي حصل
في النادي الاهلي بخصوص اللعيبه اللي الاهلي عايزها والاهلي محتاجها، وبالذات بعد اللي حصل بعد مباراه البنك الاهلي والثغره اللي حصلت في الدفاع. فكولر عايز مدافع او مدافعين كمان، وعايز باك شمال. المهاجم لو مودست مشي، وعندك طبعا كندوس هيرجع، فممكن عندك خيار للاعب اجنبي ماشي. ما عندكش خيار، الاهلي بيدرس ان هو يشتري اسامه فيصل، انه يشتري اسامه فيصل، يعني اسامه فيصل اتحط على طاوله النادي الاهلي. كمان في بعض اللعيبه في النادي الاهلي خلاص حسمت رسميا للرجوع من العاره. طبعا قدوس هيرجع رسمي مع نهايه الموسم ده وبدايه الموسم الجديد. محمد شكري خلاص النادي الاهلي هيفعل بند الشراء، يدفع 9 مليون وياخد محمد شكري رسميا برضو. كمان عندك دراسه في اتنين بيلعبوا في نادي زد اعاره من النادي الاهلي، هم محمد اشرف ورأفت خليل. دول بنسبه كبيره جدا هيرجعوا النادي الاهلي في الموسم الجديد. اتمنى يعني دعواتنا لاحمد رفعت، ان احمد رفعت الحمد لله الحاله مستقره بالذات على مستوى، كان عنده مستوى القلب، مستوى المخ، ومستوى الرئه. الحاله استقرت على مستوى القلب والمخ، ولكن الرئه لسه يخضع طبعا لعلاج مكثف، وما زال هو يعني مش في وعيه، بس مش في وعيه بسبب البنج. فاحمد رفعت ان شاء الله نتمنى ان ربنا يشفيه، واتمنى دعاء له في شهر رمضان المعظم. اتمنى ان تكون سعدتم بهذه الحلقه. لايك وشير ودعم القناه. اخيكم ابو الكره العالميه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.